السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ايه رأيكم في الشكل الحلو دوت؟ ازاي نعمله وبأسهل الامكانيات ان شاء الله، واعمل لكم بديكير تاني بالحاجات موجودة من البيت، بس ده بتاع السنتر اللي هو الخاص بالعمايل في السنتر، وبفلوس ياما قوي، يعني بفلوس ياما قوي. احنا زي ما احنا شفنا كده، والجلد وشايفين التشقق اللي في الكعب. طبعا كل ده هيتزال وبسرعة، والرجل هترجع زي ما انتوا شفتوا في مقدمة الفيديو كده، جميلة جدا جدا. ازاي بقى؟ في حاجة اسمها كالسي اوف. كالسي اوف ده جل مخصوص، ده للكوافيرات اللي مش هتقدر تحصل عليه، يعني هو موجود ممكن في المستلزمات بتاعة الكوافيرات تلاقوه، بس الجل ده وهو بيدهن زي ما احنا شايفينه ما يلمش الجلد من فوق، يعني يا دوبك على الكعب والجلد من تحت، يعني ما يتحطش على الرجل من فوق. اهم حاجة الكالس اوف ده ملوش دعوة بالجلد من فوق، هو يا دوبك الكعب والرجل من تحت، اللي هي المكان اللي بيبقى متأثر به التشققات والخشونة والكلام ده، هو دوت الكالس اوف. بعد ما بنحطه بنقعد بيه كده 15 دقيقة، ونحط كده رجلينا في اكياس حفظ. ودي المكونات اللي معاه لما رجليا مثلا تبدأ خلاص المدة، فبشرح لكم الحاجات المستخدمة. عندنا ملح باديكير. اللي ما عندوش املاح الباديكير ده شوية ملح عادي من المطبخ. عندنا اللي هي محفظة الخاصة بالباديكير. عندنا الصنفرة، عندنا اللي هي السكراب اللي هو بتاع الصنفرة برضك للرجل. عندنا مجموع معجون الأسنان، عندنا الترطيب، عندنا اللي هو دم الغزال ككريم. عندنا برضو اللي جاي معاه ترطيب عالي او الكالس اوف، هو بيتباع ومعاه فوط ومعاه ترطيب عالي بزبدة الشيا وبعض حاجات كده مغذية للرجل. فزي ما احنا شايفين المدة كانت خلاص، وقلعت اللي هو الاكياس الحفظ. وبعد من كده الخطوة اللي بعدها بنشيل بفوطة، مش بنغسل رجلنا، نزيل بالفوطة الجل من على الرجل. خلاص، يعني بفوطة بنزيل الجل من على الرجل. وبعد من كده بنمسك الصنفرة، بتبقى عاملة زي اللي هي بتاعت صنفرة الحاجات اللي هي عند الحدادين ديت، بس هي ديت في خشبة كده، بنبدأ نصنفر بيها. وفي صنفرات انواع تانية، بس انا بحب دي او بفضل دي للرجل. وعندك برضك اللي هي بتتباع عند العطار، اللي هي اللي عاملة زي الطوبة دي، برضك حلوة. شوفي اللي يسهل ليكي او المتاح عندك او في بلدك او المتاح تحت ايدك، هو ده اللي بيتعمل بيه. شايفين الجلد الميت؟ شايفين يعني نازل شكله ايه؟ الجلد الميت بيتزال مجرد ما الكالسيو اوف يتحط، يعني من ربع ل20 دقيقة يتحط على الرجلين، وتلبسي حاجة يعني انها تحتفظ بيه كده، وتقعدي مع نفسك ماسكة التليفون، والمدة بتفوت اوامك مع ماسكة التليفون يعني. تمام. زي ما احنا شايفين برضك لسه بكمل الصنفرة بالصنفرة كده، بدعك الرجل كويس من تحت. وطبعا الجل انا نبهت وقلت ما يجيش على الجلد من فوق، والمفروض كنت البس كلافز، بس ما كانش فيه كلافز لان انا بنفذ فوق والسنتر تحت. تمام. هنجيب بقى اناء كده واسع، ونحط فيه مية سخنة. ده كان اناء واسع بس هو الشكل مش باين. بنحط مية سخنة على قد ما تتحمل الرجل، ونحط فيه املاح الباديكير او الملح العادي، وزيت عطري. كان عندي زيت شجرة الشاي لانه برضو بينعش وبيزيل اي بكتيريا واي حاجة مسببة ان تعمل ريحة او. فهو الزيت ده حلو قوي قوي. ونحط بقى الشاور جل قيمة ايه، ربع كوباية كده في المية. وبعد من كده بايدي كده يا دوبك يعني ايه، فورت الملح مع الجل انه عمل رغوة جميلة زي ما انتم شايفين. وحطينا رجلينا، وبعد من كده بنطلع الرجلين وهي مبللة على بسيط، لسه ما نشفاش، وهي مبللة على بسيط. انت ممكن تحطي مرطب علشان تعملي عملية الزق الجلد ديت. بنرجع الجلد لورا او بنزقه لورا كده عشان يبان الجلد الميت، وبندي اتاحة للضافر ان هو يطول وان هو يبقى حلو، لان الجلد الميت ده بيبقى عامل ان هو برضك مأخره في الطول او في الشكل الجمالي. ودي كانت آلة او اللي بنزيل بيها اللي تحت الجلد. ودي القصافة الخاصة او البنز الخاص بإزالة الجلد الميت، كنت انا بزيل به الجلد الميت. فيمكن في الحاجات دي كنت بسرع، لان انا بقول باديكير للرجل مش باديكير ومانيكير. فده كنت انا عاملة الفيديو كامل
كامل، وطبعا انا معتنية برجلي وكل حاجة، فما كانش فيها جلد ميت كتير. تمام. وبعد من كده ما بزيل الجلد الميت بالبنز الخاص بشيله، وفي نفس الوقت يعني هبرد بقى الضوافر، سواء انت عاوزاها مدوره، بس انا ضوافري بحبها مش طويله قوي زي ما انتم شايفين. الطول بتاعت كده بالنسبه لي حلو، عشان بيبقى يقطع الجوارب وبيقطع الكوتشيات من قدام لو طولت عن كده. وبدات بقى بفرشه الخاصه. المعجون وهو على الضوافر بيخلي الضوافر في حتة تانية خالص. يعني لو الضوافر مصفرية او لونها مش بهتان او لونها مش كويس من حط حاجات معينة، بيرجع الضوافر بيضة كده وجميلة زي ما احنا شايفين. وبنرجع رجلينا تاني في المية، وبنطلعها وهي مبللة على بسيط. بنجيب السكراب، ويا ريت سكراب بيكون الحبيبات بتاعته حلوة يعني كبيرة، مش اللي هو بتاع البشرة. ونبدأ نعمل كده دعك ومن قدام ومن ورا ومن بين الصوابع، وكله لو لسه في جلد ميت السكراب هيشيله. وبعد ما خلصنا السكراب زي ما احنا شايفين بننزل رجلنا في المية، وبعد من كده هنطلعها وننشفها ونشوف جمال الرجل. شايفين اتغيرت كل وجزئي. وفي الساعة دي بننشفها كويس بفوطة. وشايفين الضوافر ابيضت. انتوا بصوا للفيديو في البداية وانتوا تعرفوا الفرق. ده طبعا الترطيب اللي بيجي مع الكالسي اوف. ترطيب بزبدة الشيا، ترطيب عالي جدا جدا بناخد منه. ولو هتستكفي بيه ماشي. بنحطه بقى على الرجل، بس انا زودت عليه كريم المرطب التاني ده كان بالرمان جميل، ومنه تفتيح ومنه ترطيب. فانا حطيت الاتنين على بعض وبدأت ادلك كل الرجل زي ما احنا شايفين. وبعد ما دلكناها حلو جبنا بقى دم الغزال. اللي حابب الخطوة دي تمام، واللي مش حاببها تمام برضو. بتكون الرجل خلاص بقت مهيئة، او شكلها شكل تاني خالص، راحت في حتة تانية زي ما بيقولوا. طبعا انا رجليا سمرة. الجلسة دي لو على رجلين بيضة هتبان اكتر، لكن برضو الفرق واضح. الفرق واضح حتى وهي سمرة الفرق واضح. طبعا عملنا البادي كير والمانيكير بقى. المانيكير زي ما انتوا شفتوا كده، حطينا بقى الاكرولودور. وزي ما انتوا شايفين الشكل النهائي، شايفين الرجل وتوردها، شايفين طب جمال الكعب، شايفين الكعب وهو مرفوع ما عادش فيه تشققات، ما عادش فيه اي حاجة خالص، بقى جميل جدا جدا. بتمنى ان انتوا تجربوا. وان شاء الله ان شاء الله الفيديو التاني هيكون باديكير سهل جدا بامكانيات من البيت وحاجات موجودة في البيت، مش هكلف لا كالسي اوف ولا اي حاجة تانية. ان شاء الله هيبقى حاجات من البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.